ذكر هنا رحمه الله تعالى والد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله، وعبد الله هو ابن عبد المطلب، وهو الذبيح الثاني المفدى ب100 من الإبل. وذكر رحمه الله تعالى إخوان عبد الله وهم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأخوات عبد الله وهن عمات النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أولا أعمامه صلى الله عليه وسلم، ذكر الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب إلى آخر من ذكره من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عماته صلى الله عليه وسلم وهن 6 عمات ذكرهن رحمه الله تعالى. وأنبه هنا أن المصنف رحمه الله أعني ابن كثير اعتنى في ذكره لأجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وعددهم 20 جدا إلى عدنان، فعدنان هو الجد 20 للنبي عليه الصلاة والسلام. اعتنى عند ذكره لكل جد بذكر إخوان ذلك الجد، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا من جهة معرفة من يلتقون أو أين يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام من صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيمر علينا عرض لبعض الأمثلة من ذلك، مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أي جد يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر في أي جد، كذلك بقية 10 المبشرين بالجنة. فلما اعتنى ابن كثير هنا رحمه الله عند كل جد يذكر عنده إخوان ذلك الجد، فهذا يساعد في هذا الباب وفي غيره أيضا من الأبواب المتعلقة بالأنساب. هنا ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان، وعدنان هو الجد 20 للنبي عليه الصلاة والسلام. ولتتم الفائدة نرقم في نسختنا أجداد النبي عليه الصلاة والسلام لاحتياجنا إلى ذلك في توضيح بعض الارتباط في النسب والالتقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما 10 المبشرين بالجنة. فالجد الأول عبد المطلب، ممكن نضع عنده رقم 1. ثم الجد الثاني هاشم، والثالث عبد مناف، والرابع قصي، والخامس كلاب، والسادس مرة، والسابع كعب أخي عامر، والثامن لؤي، والتاسع غالب، والعاشر فهر، وال11 مالك، وال12 النضر، والجد ال13 كنانة، وال14 خزيمة، وال15 ابن مدركة، وال15 مدركة، وال16 إلياس، وال17 في السطر نفسه مضر أخي ربيعة، وال18 نزار، وال19 معد، وال20 عدنان. فهؤلاء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعددهم 20 جدا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الجد الأول عبد المطلب. قال ابن كثير رحمه الله: واسمه شيبة الحمد،
قيل إنه لقب بشيبة الحمد لكرمه ووجوده. قال على الصحيح، أي أن له أسماء ذكرت له أيضا في كتب التاريخ، منها أيضا شيبة بدون عطف الحمد عليه، قيل لشيبة كانت في رأسه. وعبد المطلب لقب، عبد المطلب لقب له، وفي تلقيبه بعبد المطلب قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في المجلد الثالث في الصفحة 355. الجد الثاني هاشم واسمه عمرو، ولقب بهذا اللقب هاشم قيل لهشمه الثريد مع اللحم في سني المحل والمجاعة. قال وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذي القربى وعبد شمس ونوفل، وأربعتهم أبناء عبد مناف. قوله هاشم وهو أخو المطلب وإليهما نسب ذي القربى، ذي القربى آل النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك، الدليل على أن إليهما نسب ذوي القربى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم. ثم ذكر الجد الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد مناف، قال وهو أخي عبد العزى وعبد الدار وعبد أبناء قصي. عبد العزى منهم خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والزبير بن العوام، فخديجة رضي الله عنها والزبير بن العوام تجتمعان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع قصي. وعبد الدار منهم حجبة الكعبة، وهم يلتقون كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع قصي. ثم ذكر رحمه الله الجد الرابع، قال قصي واسمه زيد، وقصي لقب وليس اسم. ولقب بهذا اللقب لأنه كان قاصيا عن قومه، لأنه كان قاصيا عن قومه في قضاعة، ثم إنه رجع إلى مكة وجمع قريشا بعد تفرقهم، جمعهم في مكة بعد تفرق. ولهذا سيأتي معنا أنه أيضا يدعى مجمعا، يدعى قصي مجمعا، فمجمع لقب وقصي لقب واسمه زيد. قال وهو أخو زهرة، قصي أخو زهرة ابن كلاب. زهرة منهم أم النبي عليه الصلاة والسلام، زهرة منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف، وهما من العشرة المبشرين بالجنة. فأمه وكذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف يجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس وهو كلاب. ثم ذكر الجد الخامس قال كلاب أخي تيم، كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة. من تيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس مرة. ومن بني مخزوم خالد بن الوليد، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس. والجد السادس هو مرة أخي عدي وهصيص، وهما أبناء كعب
من بني عدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخوه وابن عمه سعيد بن زيد، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة، فهما يلتقيان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السابع كعب. ثم ذكر الجد الثامن لؤي أخي تيم الأدرم ابني أي لؤي وتيم ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر. ومن بني الحارث أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد العاشر، أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري، في نسبه يقال الفهري نسبة إلى الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو يلتقي معه في هذا الجد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو فهر. وفهر في قول كثير من أهل العلم وأهل النسب هو أبو قريش كلها، فقريش إليه تنسب. والقول الثاني من قولي أهل العلم أن أبو قريش هو النضر ابن كنانة الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيحكي الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك، ويذكر القول الراجح عنده مع ذكر الدليل على ذلك فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر الجد الحادي عشر مالك أخي الصلت ومخلد، كذا في الأصول وفي البداية والنهاية وكتب الأنساب يخلد بالياء وليس بالميم. والجد الثاني عشر النضر أخي مالك، وكما أشرت في قول جماعة من أهل العلم أن النضر هو جماع قريش، النضر بن كنانة. ثم ذكر الجد الثالث عشر كنانة، والجد الرابع عشر خزيمة أخي هذيل، ومن هذيل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي، إلى هذا الجد ينسب. والجد الخامس عشر مدركة، والسادس عشر إلياس قال أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها، قال كلاهما ولد مضر. وهذا الجد السابع عشر للنبي عليه الصلاة والسلام أخي ربيعة، قال وهما الصريحان أي مضر وربيعة، وهما الصريحان أي مضر وربيعة، الصريحان من ولد إسماعيل. قال وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا، أي أنمار وإياد تيامنا أي قصدوا إلى جهة اليمن وسكنوا بها. ومن إياد قس بن ساعدة الذي يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة. والجد الثامن عشر للنبي عليه الصلاة والسلام نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب. ثم التاسع عشر معد، والعشرون عدنان. قال فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرتم من أبناء عدنان.